تعالوا احكي لكم حاجه. سنه 1750 القرن ال 18 قبل دخول الحمله الفرنسيه بحوالي 50 سنه او 49 سنه، كان في شيخ ازهري، مش شيخ بقى، هنقول واحد من مجاورين الازهر عشان ما نبالغش، مش هو مش عالم، هو احد التلاميذ اللي عايشين تبع دايره الازهر. كان اسمه الشيخ احمد الملكي، ومن فقره ان هو فقير جدا وحالته متواضعه جدا ومسكين جدا سموه البرغوث. طبعا زي العاده المصريه لما بيطلع على واحد اسم خلاص، فسموه الشيخ احمد البرغوث نظرا لضعف حالته. الشيخ احمد البرغوث ده كان صياد. يعني ايه صياد؟ بيقول اناشيد في المناسبات، انشاد ديني، ودي مهنه قديمه جدا في مصر على فكره، مهنه قديمه جدا جدا، ومنها انشاد ديني مسلم وانشاد ديني مسيحي. في ناس منشدين للمسيحيين وقتها، انا ما اعرفش دلوقتي، ما بحضرش موالد فما اعرفش، لكن هنلاقي ان الموضوع في المسيحيين والمسلمين واحد، وفي منشدين مسيحيين بينشدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، منهم مكرم المنياوي. يعني طبعا تحيه ليه، الراجل ده محترم جدا. يعني منشدين مسيحيين بينشدوا للنبي، فالظاهره دي حاجه قديمه. نرجع للشيخ احمد عشان ما اسرحش. الشيخ احمد كان بيسترزق، يعني بيطلع هنا يقول سهره، يطلع هنا يقول، طبعا بعد كانت الطقوس او العاده وقتها ان بيطلع الشيخ يقول ربع وبعدين الناس ترتاح، وبعدين يطلع شيخ تاني يقول ربع والناس ترتاح. الناس ترتاح ان منها يبدلوا اماكنهم، اللي قاعد سمع يقوم يروح واللي ما سمعش يقعد، ومنها الشيخ نفسه يرتاح ويتناوبوا مع بعض، يعني بيبقوا اكتر من شيخ قاعدين بيقول. وفي فقره حلوه قوي اللي هي بتاعت الانشاد، فيقوم واحد زي الشيخ احمد البرغوثي يقول ايه، نشيد انشاد ديني كده حلو ويلعلع بقى يفتح. كان صوته جميل والناس كان بتحبه. زاد عليه انه كان متواضع النفس، مش وضيع النفس، متواضع، يعني اي حد عايز اي حاجه يجري معاه. لغايه ما في يوم كان عمل ختمه عند جماعه من احفاد السلطان برغوث ناحيه الحسين. كان ليه في ناس بقايا من اسره السلطان برغوث في العصر العثماني، البيت ده يعني من اجدادهم، يعتبر برغوث او عيله برغوث. فتعرف عليهم بوسيله او باخرى واصبح اخوه، يعني يعتبروه اخ ليهم وحارمهم قبل رجالهم. روح يا احمد هات لنا كذا، شوف ايجار الارض دي يا احمد، اعمل دي يا احمد. فاحمد الشيخ احمد بقى منتشر، فعرفوه على ست ارمله جوزوها له، كانت غنيه او ميسوره الحال، وكان ليها ارض ناحيه كفر الشيخ على ما اذكر. اتجوزها وعاشت في كنفه، خد لها بيت ناحيه عابدين دلوقتي، حاره اسمها ناحيه حاره عابدين. ربنا كرمه وعاش وبقى غني ما شاء الله. يعني طبعا كان ماسك ارض الست دي، توفت تقريبا واتجوز واحده ثانيه برضو خد فلوسها. الجميل هنا ايه او الشاهد هنا ايه، ان الشيخ احمد برغم ان كان معاه فلوس، الشيخ احمد البرغوث برغم ان معاه فلوس لم تصيبه الفشخرة أو العنجهية الكذابة أو النعرة الكذابة، لم يتنكر من أصله ولم تتغير شهرته أو اسم الشهرة البرغوث، ما ضيرش، فضل زي ما هو أحمد البرغوث. الجبرتي بيحكي لنا عنه، بيقول لك إن ممكن يبقى راجع بالليل، يبقى طول النهار بيلف على مصالح الناس، يروح للبيه، يروح للوالي، يروح لكذا، ده مظلوم، ده غلبان، طب عايزين حقه، لحد ما يحل المشكلة بينه وبين الناس. يبقى مثلا راجع بعد العشاء هلكان، كان بيقضي مصلحة الواحد مش لنفسه،
يلاقي واحد واقف قدام باب البيت، النبي يا شيخ فلان بيه ظلمني وليه عنده مظلمه ومحتاج بس، طب عدى عليا الصبح. يقول له طب وعلى ايه، ما هو سهران دلوقتي يا ابني، تعبان سيبني في حالي، مش قادر. يقول له عشان خاطري والحكايه وانا وانت سيدنا وانت كبرنا. المهم ياخده بكلمتين الشيخ يقول له طب يلا، يروح راجع معاه، يروح يقعد عند البيت ده يشفع للراجل ده صاحب المظلمه لغايه نص الليل ويرجع مش شايف، وممكن يرجع يلاقي حد تاني. لما حصلت الحمله الفرنسيه او الحمقى الفرنسيه كان الشيخ احمد في الخمسينات من عمره بقى او الستينات. ظهر الفرنسيين في الشوارع، طبعا المماليك هربوا. فمين اللي كان ليه علاقة وطيدة بالأمراء وكبار البلد وبأسرهم زي ما ذكرت من شوية؟ الشيخ أحمد البرغوثي. فنساء المماليك بعيالهم بجواريهم بيروحوا فين؟ عند الناس اللي تقدر تحميهم. من ضمن الناس دي كانت نفيسة البيضة والشيخ أحمد البرغوثي. طبعا بما ان نفيسة البيضة زوجة والي او نايب والي مصر مراد بيك هي في الصورة، لكن الراجل المصري الشيخ أحمد البرغوثي المحترم اللي مننا محدش بيجيب سيرته، عمره ما هيبان في الصورة. المهم فتح لهم بيته، اكل وشرب وحمايه، ولو حصل ان بيجي نابليون بونابرت كان يتعدى على ملكياتهم او يطلب القبض عليهم، كان الشيخ احمد يقف ليهم ويحميهم، الاطفال والنساء. وكان له قبول عند الدوله الفرنسيه، يعني زي ما قدر يقنع او يبقى ليه دلاله عند البيات او البكوات العثمانيه، كان ليه دلاله عند الفرنسيين الشيخ احمد البرغوثي. الله، عمرك ما تحضر في مسلسل تشوف الشيخ احمد البرغوثي ابدا. عمرك ما تشوف ان واحد اغتنى من مال حلال وكان غلبان، ولما اغتنى فضلت نفسه متواضعه زي الشيخ احمد البرغوثي، ما تشوفوش. عدت الحملة الفرنسية ورجعت فترة البكوات. طبعا الشيخ أحمد ربنا ابتلاه بالبارد، وقتها كانوا بيسموه الداء البارد في شقه الأيسر، اللي احنا بنسميه دلوقتي جلطة في المخ. كان نتاجها عنده شلل نصفي وما بيقدرش يتكلم، فعيه حوالي أسبوعين أو حاجة وتوفاه الله ومات. محدش بيجيب سيرة الشيخ أحمد. احنا اهتمينا بنابليون بونابرت، السيدة نفيسة البيضة، الشيخ السادات، الشيخ علان، محمد علي الهللي، فلان وعلان، ونسبنا الفضل لمن لا فضل له. بالله عليكم الشيخ أحمد ما ينفعش يبقى قدوة لأولادنا؟ أهو لا سرق ولا نهب، صوته حلو وحافظ القرآن ومحترم، وستات المماليك كانت تثق فيه لدرجة ان هو كان بيخش الحرم لك عندهم يبوسوا ايده ويقولوا له انت ابونا. هل ده ما ينفعش قدوة؟ هل ده مش مصري؟